انطلاقه ديال هذه المواجهه. كذلك العناصر الوطنيه والناخب الوطني محمد وابي. نتابع من جديد تمريره من اشرف حكيمي وبلال خنوس. بلال خنوس لاحظوا ياسين جسيم وضع كره امام اشرف حكيمي. العرضيه بلال خنوس ينهيها بافضل صوره وبافضل طريقه. هدف اول في المنتخب الوطني المغربي، هدف الذي يشعل مدرجات برويكت ديلاليس بمدينه لانس. فرحه كبيره عند براين اوخيدا. تغطيه ممتازه، استرجاع كره مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه كانية تمرير ياسين جسيم مرة أخرى. الله 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 الله، نائل العناوي في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تمريرة ممتازة كنقول يعني بنفس الطريقة تمريرة أشرف حكيمي. هذه المرة نائل العناوي في المكان المناسب كيوضع الكرة في شباك الحارس جيل أورلاندو. وهدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. فرحة كبيرة جماهير المغربية بهدف ثاني لفائدة العناصر الوطنية. لاحظوا المرتد هجومي سريع ياسين جسيم وضع كرة امام اشرف حكيمي، يعني بنفس الطريقه بنفس الشكل ديال الهدف الاول جسيمي لاشرف حكيمي. لكن هذه المره العناوي هو اللي وضع الكره في الشباك بهذه الطريقه وبهذه كذا الصوره. لاحظوا الختم ممتاز من نائل العناوي. من جديد التحرك ديال ياسين جسيم، وهذا هو اللي قلت بان الهدف الاول غادي خلينا نتابعوا مساحات غنتابعوا ممرات، وهذا هو اللي كان كيبحث عليه كذلك الداخل الوطني محمد وابي. هدف ثاني فرحه كبيره اول اللي اعتقد بواسطه اللاعب كابايرو. كانت تمريره من خوان كاسيريس. نتابع من جديد لعبات بهذا الشكل. هنا كانت تمريره من خوان كاسيريس. رجعت الكره من جديد، رفع الكره في القائمه الثاني الراسيه للاعب كابايرو. غوستافو كابايرو هو اللي تمكن من تسجيل الهدف وبالتالي تذويب الفريق. اصبح النتيجه لجوج الاهداف مقابل. كره في القائمه الثاني خطيره وهدف اول.